حضرة الرئيس والصديق الأمين الجميل، حضرة الصديق سامي الجميل رئيس حزب الكتائب، حضرة الأصدقاء من حزب الكتائب، يؤسفني أنني لا أستطيع أن أكون معكم شخصيا اليوم في هذا المؤتمر المهم، ولكنني لن أفوت فرصة لأرسل لكم رسالة خاصة في هذه المناسبة المميزة. بفضل الكتائب إن كل أعضاء إذن الديمقراطية الدولية على اطلاع يومي بما يحصل في لبنان خلال السنوات الأخيرة التي يعيشها من الانسداد السياسي والتراجع المؤسسي والاقتصادي من خلال الأزمة التي ضربت لبنان وإذن أدت إلى معاناة الكثير من اللبنانيين. لقد مرت أكثر من 3 سنوات من دون مساءلة أي شخص لمأساة انفجار مرفأ بيروت، فمن غير المقبول أن نرى بلدا له هذا الرأس المال البشري الكبير يعاني في إيجاد شخص يحسن إدارته. طبعا هذا سيناريو تكثر فيه التحديات. باسم أسرتنا إذن أسرة المركزية الديمقراطية الدولية أنقل لكم رسالة أمل. أنا لقد عرفت الرئيس جميل وسامي منذ سنوات طويلة. لن تجدوا أشخاصا يلتزمون بمستقبل لبنان قدر التزامهم. خلال السنوات الأخيرة أن الكتائب واجهت تحديا كبيرا لأنها طورت نفسها ووضعت جدول أعمال مهم جدا يسمح لها بتخطي التحديات في توفير إذن الإمكانية للشعب اللبناني بتخطي هذه الأزمة والعبور باتجاه المستقبل. طبعا لم يكن ذلك بدون عقبات ولم يكن ذلك بالسهل، ولكننا بدأنا نرى الثمار. إن الكتائب خلال السنوات أو خلال الانتخابات المؤخرة قد كسبت عددا من المقاعد، ويرى الشباب في الكتائب حزبا ملتزما بلبنان وبالشعب، وأن هذا الحزب له شبكة دعم دولية ومناصرين يعملون من أجل مساعدة اللبنانيين لتخطي إذن هذه التحديات الصعبة. اليوم نحن نرى العمل الرائع الذي قام به الرئيس سامي جميل، ونحن في المركزية الدولية نتطلع لتعزيز تعاوننا والعمل المشترك مع حزب الكتائب حتى نساعد لبنان ليعود منارة للتطور والتنمية في المنطقة. أتمنى لكم مؤتمرا ناجحا، حظا سعيدا، وإلى القريب العاجل إن شاء الله.